حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وبصحه وسلامه. تشوفون هاي المواد راح اسوي لكم اطيب كيكه بالفول السوداني. ويلا خلينا نبلش وصفتنا، خليكم وياي. هسه اول شي راح نطحن الفول السوداني. هاي الدرجه اللي احنا نريدها. نكسر البسكوت، بس البسكت نحاول قطع مو صغيرة ولا كبيرة، قطع متوسطة. بعد ما كسرت البسكوت راح نضيف إلى الفول السوداني. هسه راح نبلش بالخطوة الجاية. هنا راح نفتح الغاز، نحط السكر. السكر قلنا حسب ما انتم تحبون يعني الحلو. هاي الكاكاو، ونبلش ندير الحليب. بعد ما غلى المزيج ندير الزبد. وندير الفانيلا. من يوصل هاي الدرجة راح نطفي الغاز. هسه راح ادير السائل. واخلط هسه اتغلف كل البسكت بالسائل. هسه نجيب القالب مالت التشيز كيك لازم يكون ينفتح من الجانب. وندير الخلطة. هذا الحلو طيب وسريع. هسه نحطها بالثلاجة، هي طبعا رأسها راح تجمد بين ما نسوي الخطوة الأخيرة. وهسه قلنا الخطوة الأخيرة راح نحط الفستق أو الفول السوداني نطحنه. وهسه بعد ما طحنا الفول السوداني راح نجيب شوكولاتة ونذوبها. بس يفضل انه شوكولاتة بالحليب، يعني مو شوكولاتة خام. هسه نقدر نذوبها بالمايكرو مدة 30 ثانية، او اذا تقدرون على حمام مائي، بس انا راح اذوبها بالمايكرو. وهسه نخلط. هاي راح تكون هم زينة للكيكة وهم اكيد طعم. هسه نجيب كيكتنا. وهسه نحطها بالفريز او بالثلاجة. بالفريز يعني ساعتين 3، بس بالثلاجة يمكن شوية تطول. فهسه راح احطها بالفريز لان بصراحة نريد ناكلها بسرعة. هسه راح نفتح القالب. وهسه سميرة صديقتي راح تقص الكيكة. هي اللاعبة دعست فوق لاعبة خصمها بالقص، وفعلا بكرة القدم عند البنات ما بيحترموا بعض وبيتعاملوا مع بعض مثل الأبطال. مثل هي البنت هي وعم تحرص صار
الخصم ما يقدر يساعدوها دخلوا الهدف وما يلا سريدك تذوقي. من الآخر يلا والله يسلم ايديك حبيبتي، صحة وهنا. وهسه ينتهي الفيديو مالتنا، ان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد، واقول لكم باي باي. هو هذا اللي سويته لان هو نجح طلع الاول.